عندك فريق هدم اوستيوكلاكس. كلمه اوستيو يعني مش انت بتقول اوستيو كير؟ ايوه اوستيوكير. فاوستيو وبعد كده كلاستس. كلاستس. اوستيو كلاستس. ماشي. تخيل عظمك مش خرسانه، ده ورشه شغاله 24 ساعه. عندك فريقين في جسمك، عندك فريق هدم اوستيوكلاستس وبيواجه فريق بنى اوستيوبلاستس. طالما في توازن بيساوي العظم القوي، بس لو فريق الهدم زودها هتيجي هنا هشاشه العظام. وده دور الادويه اللي هترجع التوازن من تاني. في ادويه زي البروليا بيوقف فريق الهدم من اصله، وفي ادويه تانية زي الفوساماكس تخدع فريق الهدم وبتدمره من جواه. اما الافيسيتا بتشجع فريق البنى وبتبطئ فريق الهدم. اما بقى الفورتيه حقن تدي طاقه لفريق البنى فهيشتغل اسرع. كل دواء وليه طريقه ذكيه في تقويه العظم، يا اما بنشجع فريق البنى يا اما بنفرمل فريق الهدم. وكل الكلام ده بعد استشاره الدكتور طبعا. لو شايف ان الفيديو ده فادك احفظه وشاركه مع اللي يهمك، واكتب لي في الكومنتات اجابه السؤال الجاي. الانسان بيتولد عنده 270 عظمه، ولما بيكبر العدد ده بيقل ل 206 عظمه. لو عرفت السبب اكتب لي في الكومنتات واعمل لي فولو، هتخش سحب على ريكسون سبراي.